كل سنة وانتم طيبين. اعتقد ان دي الاكلة اللي كلنا محتاجينها قبل رمضان. قبل ما ندخل بقى على المحاشي والحاجات دي محتاجين كلنا ناكل اكلة حرشة. فتعالوا نعمل احلى 3 وصفات لسلطة الرنجة. انا متأكدة ان انتوا لما تجربوهم هيبهروكم. اول حاجة هنجيب الرنجة بتاعتنا. انا عموما بحضر الكمية كلها لل3 وصفات علشان ما افضلش كل شويه اوسخ ايدي. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نخلي الرنجه ونطلع منها الشوك. وخلي بالكم ننضفها كويس علشان الشوكه بتاعت الرنجه لو جت في زور حد بجد بتبقى وحشه قوي. هنقطع الراس بتاعت الرنجه وهنطلع وهنفتحها من الظهر ونطلع العمود الفقري، وبعد كده بنبدا نفصل الجلد عن اللحم وبنقطعها. انا بقطعها مكعبات متوسطه، مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، بس طبعا انتوا بتقطعوها الحجم اللي انتوا بتحبوه. ويلا بينا نعمل اول واحده سلطه رنجه بالبطاطس والمايونيز. مع ان انتوا ممكن تحسوا ان هو ميكس غريب بس خطير. هننزل بمكعبات البطاطس بتاعتنا في ميه سخنه ومعاها نص معلقه من الملح، ونبدا نجهز بقى السلطه بتاعتنا. هنقطع شويه من البصل مكعبات وهنحط عليهم نص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من الملح، وهنحط عليهم شويه شبت. هو الشبت كينج الوصفات عموما مع سلطه الرنجه، فال3 وصفات داخل فيهم شبت. وهنحط عليهم 3 معالق كبار من المايونيز والبطاطس بتاعتنا بعد ما خلصت وشويه من الزيت، وكده بتكون الوصفه بتاعتنا خلصت. تقدري بقى تزيني الوش بالبطروخ الرنجه، تلفيه على شكل ورده وشويه شبت كده وندلعها، وبكده بتكون اول واحده خلصانه. تاني واحده بقى سلطه الرنجه دي خطيره. هنحط شويه بصل متقطع وشويه فلفل الوان وفلفل اخضر، وعليهم شويه كده من البصل الاخضر. وطبعا بتتحكموا في كميه الخضار حسب ما انتوا بتحبوه، بس انا بحب الخضار كتير. وشويه من الشبت والرنجه بتاعتنا اللي احنا مقطعينها. ونيجي بقى للدريسنج. معلقتين كبار من الطحينه الخام، وهنحط عليهم شويه ميه سخنين، وهنبدأ نمكس كويس قوي لحد ما نحس ان لون الطحينة بدأ يبقى لونه ابيض او مايل للبياض. وبعد كده هننزل عليهم بفصين توم مفرومين، معلقتين كبار من الليمون او ليمونتين كبار، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكمون. انا مش عارفة قلت الكمون ولا لأ. وبس كده. اخر حاجة شوية من البابريكا وشوية من الخل، وانا هنا استخدمت بابريكا مدخنة لان انا بحب البابريكا المدخنة قوي. وبس كده بتكون تاني وصفة خلصانة. ودي حلوة قوي مع التوست وحلوة قوي مع السندوتشات، حلوة قوي بتتغمس بعيش. هي بجد حلوة في كل حاجة. انا دي من اكتر الوصفات عموما اللي انا بحبها للرنجة. ونقلب بس كويس اهم حاجة علشان من كل المكونات تمتزج ببعض. نيجي بقى لاخر واحدة سبريد الرنجة. هو ده بصراحة مش مفضل عندي قوي بس مفضل للبيت كله. هنجيب بصلة كبيرة ونحطها في المكسر مع فلفل اخضر وليمونتين كبار وشوية من الطحينة. هي دي عموما ما فيش فيها رغي كتير وما فيش فيها حاجات كتير. نص معلقة من الكزبرة، والاول هنحط الزيت سوري، وبعد كده هنحط نص معلقة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الملح. وبس كده مفيش فيها اختراع كتير. ونحط الرنجة بتاعتنا وهنمكس كويس قوي لحد هي من اسمها سبريد رنجة، فهنمكس كويس قوي لحد ما نحس ان هما كلهم بقوا ميكس واحد. يعني 2 أو 3 بالكتير وهتاخدوا القوام اللي انتوا عايزينه. وبس كده. بعد ما ضربناها ننزل بقى فيها في قارب شكله حلو، ونزينها بقى بشوية بصل وشوية شبت ونص ليمونة. يعني كده كده التزيين ده بيبقى حاجة اختيارية. وبنكون خلصنا وصفات الرنجة بتاعتنا الخطيرة. جربوها وألف هنا.